مساء الخير. منوريني النهارده في برنامج أصل التفاصيل. يا رب نكون الأسبوع اللي فات في الحلقة بتاعت الأسبوع اللي فات واحنا بنتكلم عن التربية الإيجابية، يا رب نكون قدرنا نفيدكم وقدرتوا تفهموا المفهوم الصحيح للتربية الإيجابية. النهارده موضوعنا هيكون مهم جدا، وبيكون محور ناس كتير جدا عندها مشاكل. احنا النهارده عندنا فقرتين. الفقرة الأولى هتكون بتتكلم عن المشاكل اللي بتواجه الصحاب، المشاكل اللي بتواجه الصحاب في الشغل. ومش بس بتكلم عن الصحاب اللي هم مفروض يكونوا صحاب في الشغل اتعرفوا في الشغل، لا احنا النهارده عايزين نتكلم عن الصحاب اللي هم عشرة عمر واجتمعوا في شغل، اجتمعوا في علاقات بيزنس، وفي الاخر حصل ما بينهم مشاكل. انا عايزه اقول لكم انه الموضوع النهارده عن المشاكل اللي بتواجه الصحاب بصفه عامه. عايزاكم تشاركونا في التجربه دي، ومستنياكم تكلمونا عن الموضوع ده على الارقام اللي هتكون ظاهره على الشاشه، وتشاركوا في السؤال اللي موجود على صفحات السوشيال ميديا. طبعا الموضوع بتاع الصحاب اللي احنا عايزين نتكلم فيه النهارده بنواجهه كتير. يعني ناس كتير جدا كانوا عشرة عمر، اتقابلوا في شركة، اتقابلوا في شغل، حصل ما بينهم مشاكل، بالذات كمان لما يكون الصحاب بنسب ترقية مختلفة. يعني لو واحد النهاردة بقى مدير على صاحبه اللي هم ممكن يكونوا كانوا في الجامعة مع بعض، خريجين دفعة واحدة، اتقابلوا في الشغل، واحد بقى مدير على التاني. الموضوع هنا بيحصل فيه أزمات كتير جدا، وبيحصل فيه لخبطة. في صحاب بتتضايق، وفي صحاب ما بتعرفش تتقبل الموضوع ده، ما بيعرفوش يكملوا في الشغل، ممكن يخسروا بعض وعلاقتهم تتقطع بسبب الموضوع في الشغل، المشاكل اللي في الشغل. مدير اتعين مدير، فبقى الموضوع بالنسبه لصاحبه اللي هو انت بتخصم لي، انت بتكلمني وحش قدام زمايلي، انت. فمن هنا بيحصل مشاكل كتيره جدا ما بين الصحاب. اعتقد ان الموضوع ده اشاع الفتره الاخيره، انه مثلا ممكن يكونوا اتنين صحاب شغالين، فيكون واحد بيحب صاحبه جدا فيقول له انا جايب لك شغل معايا في الشركه تعالى، فيفرح ويروح. على اساس ان هم هينزلوا مع بعض، هيروحوا شغل مع بعض، هيروحوا في الطريق مع بعض، هيخلصوا الشغل يتغدوا مع بعض. بيبقوا فاكرين ان الموضوع في البدايه الصوره العامه بيبقوا فاكرينها حاجه كويسه. لما الموضوع بيتطرق بقى للشغل وللعمل وللنجاح، ومين هينجح ومين هيكبر، الموضوع من هنا بيحصل فيه تدخلات غريبة جدا ومشاكل كبيرة جدا. فالموضوع بيتحول مع الوقت انه خلاص بيبقى فيه زعل، بقى فيه خصام، الدنيا بتبوظ. في ناس كمان مع الوقت كفة الشغل هي اللي بترجح. يعني هقول انه انا هختار صاحبي ولا هختار الشغل؟ لا، في ناس كتير جدا بتختار مستقبلها، تختار الشغل. فبيبدأ من هنا العلاقات يحصل فيها اضطرابات كبيرة جدا ما بين الصحاب في الشغل. وفي ناس اعتقد برضو بيكون عندها درجة كافية من الوعي، درجة كافية من الوعي ان هم يعرفوا يعملوا البالانس ما بين احنا صحاب بره، لكن احنا في الشغل شغل. احنا في الشغل لما اجي اقول لك، لو انا مثلا مدير على واحد صاحبي، فانا هقول لك لا انت هيتخصم لك علشان انت النهارده عملت واحد اتنين تلاته. بيبقى في ناس بتتقبل الفكره، في ناس بيبقى عندها الوعي ده. ما بيحصلش ما بينهم خلاف، ما بيحصلش ما بينهم مشاكل، ما بيحصلش ما بينهم اي حاجه من الحاجات دي. التوتر في الشغل لازم الواحد يكون بيعرف يفصل كويس جدا ما بين العلاقات. ايا كان، انا ممكن اكون في شغلي وجايبه قرايبي، جايبه بنت خالتي، جايبه ابن خالتي، لازم الواحد يعرف يفصل في الشغل ما بين العلاقات الاسريه وعلاقات الصحاب. ما بين الشغل شغل والصحاب صحاب. فالموضوع ده بيبقى فيه ناس بتعرف تفرق، وفي ناس لا، ممكن توصل لمرحله ان هم فعلا بجد يخسروا بعض بسبب الشغل. بس خلينا نقول انه في نماذج بيبقوا قادرين يستوعبوا ده، وقادرين يقولوا ان احنا لا، احنا هنخرج واحنا هنستمتع بره، واحنا صحاب بره وعلاقتنا قويه جدا بره، ولكن احنا قلبنا في الشغل. لازم نخاف على بعض. ولما الواحد يقول انه حقه ان هو يجي عليا علشان انا غلطت، حقه ان هو يعمل كده. ففي ناس بتعرف توازن المواضيع، وفي ناس لا، ما بتعرفش توازن. فانا عايزه اعرف منكم انتوا، هل انتوا اتحطيتوا في مواقف زي دي
مع صحابكم في الشغل ولا لا، وهل ده اثر على علاقتكم ولا ما اثرش. لو اثر على علاقتكم او ما اثرش، فانا عايزاكم تتصلوا بينا على الارقام وتشاركونا برايكم. الصحاب المفروض ان هم في الشغل يكون عندهم درجه الوعي. درجه الوعي ان هم يقولوا انه احنا الشغل علشان ينجح ويبقى قايم على فكره النجاح لازم نتقبل. لازم نتقبل الراي والراي الاخر، لازم نتقبل ضغوطات الشغل. يعني مفيش بيزنس هيبقى قايم بانه احنا نقول لا خلاص معلش عشان صاحبي فانا هعدي. لا طبعا، الشغل بيبقى فيه خساره كبيره جدا، بالذات لو احنا صحاب في سن صغير قاموا وعملوا بيزنس وجابوا راس مال. شباب بعد ما بيخلصوا جامعه بيبقى طول الوقت عندهم فكره انه احنا بابا احنا عايزين نعمل مشروع، احنا عايزين نعمل حاجه. بيبقى في افكار عندهم قويه جدا، بيروحوا ياخدوا من الاهالي مبالغ ويقعدوا مع بعض يفكروا، وفعلا بجد بيبقى تفكيرهم جميل جدا، بالذات في السن ده اللي هو السن اللي قايم على التطور والتطلع لقدام ان هم يعملوا حاجه. حاليا في الوقت الحالي اللي احنا فيه بحس انه الشباب عندهم وعي ونضج اكتر، يقول لك لا احنا مش عايزين نشتغل عند حد، احنا عندنا فكره مشروع احنا عايزين نعملها. فبالتالي بيجمعوا بعض هم كصحاب وبيلموا بعض وبيقولوا ان وبيعملوا دراسه جدول مهمه وكبيره انه احنا عايزين نعمل مشروع. المشروع بيبقى قايم على ايه؟ المشروع بيبقى قايم على راس مال ده وراس مال ده وراس مال ده، فطبيعي ان هم كلهم بيبقوا مخططين. طيب معانا مداخلة تليفون انجي من اسكندرية. ازيك يا انجي؟ الو، مساء الخير. مساء النور، ازيك عاملة ايه؟ الحمد لله. ازيك يا بري؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي. كلمينا عن مشاكل الصحاب، واجهتي مشاكل مع الصحاب واشتغلتي مع صحابك قبل كده ولا لا؟ بصي، انا الموضوع حصل معايا مره، ومن ساعتها انا قررت ان انا مش هشتغل مع صحاب تاني. كان شغل في يعني شركة ولا شغل انتوا عاملينه مع بعض؟ بصي، هو كانت شركه ستارت اب، كان واحد صاحبنا هو اللي عاملها. اها. فكان هو يعتبر مديرنا، والدنيا كانت لطيفه جدا، وكنا كلنا متحمسين ويعني داخلين بقى بكل طاقتنا وعايزين نكبر الشركه دي. لكن مع الوقت بقى كان في موضوع، بقى عارفه اللي هو انا المدير، انا اللي كلمتي هتمشي، انا اللي لازم الناس بيفرضوا آراء تسمعني. بعض عليكم في الشغل. بالظبط. فهو ابتدى بقى طول الوقت ان هو يفكرنا ان انا اللي صاحب الشغل. انا مش محتاج كلامكم، انا مش يعني مش فارق لي قوي، وفي الاخر انا اللي هنفذ رؤيتي. وبقى حاطط ده طول الوقت ان احنا اي تقصير مننا او اي غلطه حتى لو صغيره هو بيشوفها ان احنا انتوا بتتعاملوا كاصحاب وانتوا مش مقدرين الشغل. والموضوع ده أثر فالموضوع على علاقتك بيه؟ هي باظت، يعني هي ما بقاش في قطعتوا علاقه علاقتكم من خالص؟ يعني بصي، هو غصب عنك حصل مشاكل كتير، فانت مع الوقت ما بقيتيش قادره تتعاملي مع الشخصيه دي، لان هو طول الوقت شايفك مثلا انت بتستغلي الشغل وتحت اطار ان احنا اصحاب. وده طبعا ما كانش حاصل، وهو بس حاطط الفكره في دماغه وبيحكم على كل حاجه من خلالها. فطبعا مع الوقت علاقتنا باظت جدا، وللاسف يعني ما بقيناش صحاب بعدها تاني. والموضوع لما تطور سبت بقى الشغل، علشان اللي هو ما خلاص بقى، يا اما هنقطع فعلا مع بعض خالص، يا اما ان احنا يعني مش هينفع. يعني انت قدرتي ان انت تخسري الشغل وتخسريه، يعني انت ما عرفتيش تعملي بالانس ان انت تيجي بصي، على انا نفسك؟ يعني ما خسرتوش بالشكل الكامل، بس احنا كنا صحاب قريبين. دلوقتي بقينا مجرد صحاب عادي، يعني بنتقابل في مناسبات، نتقابل في اي حاجه. لكن لكن ما فيش زمان شغل احنا ممكن كنا يجمعك تاني مع اي حد من صحابك؟ لا خلاص بجد، يعني لو عايزه تخسري حد اشتغلي معاه فعلا. صح. صح. لكن الموضوع بجد مش، لان انت غصب عنك ما بتقدريش تفصلي، انت مع الوقت هتلاقي بتدخلي ده في ده. بتشوفي انه ولو دايما الصحاب في الشغل بيجوا على بعض علشان عاملين العشم اللي هو انت صاحبي فانت هتستحملني. وغير ان انت تستحملني، انت بتشوفي بقى يعني لو في حد مرؤوس وحد مدير، دايما هتلاقي الشخص الاقل في المنصب او اي حاجه بيقول هو ازاي صاحبي وبيتعامل معايا كده، هو المفروض يقدر، هو المفروض يبقى عارف ان انا مش قاصد. طبعا في ناس بتستغل ده، وطبعا في مش عارف ايه، بس انا في الموقف اللي حصل معايا لا بجد الموضوع كان مجرد انطباع متاخد ان احنا عشان احنا صحاب تنصحي فانتوا الناس بايه؟ انصح الناس بجد ان هم يعملوا صحاب عن طريق الشغل، لكن بلاش يشتغلوا مع صحابهم. ولما يعملوا صحاب عن طريق الشغل لازم يكون عندهم المساحه. بصي، عندهم المساحه، وفكره ان احنا ما ندخلش علاقتنا، يعني احنا جوه الشغل احنا بنشتغل، بره الشغل شغل تمام. صح. يعني احنا الناس اللي انا عرفتهم، انا بقى ليا صحاب كتير جدا جدا، زي اي حد مننا لما بيبقى في مكان وبيتعرف على ناس، بقى ليا صحاب كتير جدا وعلاقتنا حلوه في الشغل. وممكن نقعد نتخانق في الشغل، وبصي بنقطع بعض.
بره الشغل احنا اصحاب والدنيا تمام. ليه؟ لان احنا فاصلين. صح، لكن لو انت بقى الفصل في عندك الشغل هو اللي بيفرق فعلا بجد، وبيعرف طبعا. يخليكي عندك وعلى فكره الليميت. يعني لما بلاقي بقى ناس بت بتخلط ما بين الاثنين، انا بحاول اخد ستيب لورا كده، ما نقربش قوي، تبعد. لان ساعتها الدنيا بتبوظ صح وبيحصل بقى مشاكل وخناقات اكتر. صح. لكن لما بيبقى الناس بتقدر تفصل وبتعرف تفصل بين الاثنين، لا الموضوع بيبقى مريح اكتر يعني. ميرسي يا حبيبه قلبي، نورتيني، شكرا شكرا، ميرسي لمداخلتك معانا. فهنرجع تاني لموضوعنا، انه الموضوع بتاع الشغل بيبقى قايم طول الوقت على انه علاقتهم هم مع بعض كصحاب بتكون قايمه. انا من وجهه نظري بشوف انه الصحاب مع بعض بيبقى طول الوقت عندهم حته العشم، اللي هو انت صاحبي فانت هتستحملني، انت صاحبي فانا هعرف اجي عليك. الموضوع بيحصل ممكن فيه تراكمات مع الوقت، بيحصل فيه فجوه ما بين الصحاب وعلاقتهم مع بعض مع الوقت، فبالتالي الموضوع ممكن يوصل في الاخر لخساره، بيخسروا بعض. الصحاب في الشغل، يعني انا مش هعرف اقول وجهه نظري، ولكن الصحاب في الشغل في الفتره اللي فاتت اللي احنا شفناها بنلاقي ان الموضوع مش احسن حاجه ابدا. بنلاقي ناس كتير جدا تقول لك لا انا اشتغل عند غريب بس ما اشتغلش عند قريب، انا ما اعملش شغل مع حد من صحابي هخسره. يعني طول الوقت بيبقوا شايفين انه نهايه الموضوع خساره. يقول لك بلاش ندخل مع بعض في بزنس بفلوس عشان في الاخر برضه هنخسر بعض. ما اعرفش الموضوع قايم كده يعني، او قايم على كده ليه، مع ان احنا بنشوف بره في الدول في اوروبا، احنا بنشوف انه بيبقى في ناس كتير جدا قرايب وصحاب ومن عيله واحده عاملين بيزنس وبيبقوا من اكبر الناس اللي موجوده. معانا مكالمه تانية ومداخله تانية. مريم من الفيوم، ازيك يا مريم؟ ازيك عامله ايه؟ عامله ايه يا مريم؟ ايه الاخبار؟ ايه كلميني عن الصحاب، اشتغلتي مع صحابك قبل كده؟ بصراحه لا. بس عملت صحاب حلوين قوي من الشغل بصراحه. يعني انت شايفه ان فكره الصحاب من الشغل دي فكره ناجحه؟ انا شايفه ان هي فكره ناجحه بس بحدود معينه، علشان برضو احيانا ممكن نختلف في الشغل فما ندخلش الصداقه جوه الشغل فالموضوع يبوظ مننا، وعلى حسب برضو يعني على لو حسب اتخانقتي مع صحابك في الشغل وحسيتي ان الخناقه بتكبر وبتوسع منك، تختاري ان انت تقاطعي صحابك في الشغل وتفضلي ستيل في الشغل، ولا تمشي وتسيبي الشغل خالص؟ اكيد مش همشي واسيب الشغل خالص. مش هيبقى هو ده لو الخناقه الاختيار. كبيره. بس انا عن نفسي يعني هختار ان انا اتكلم واتناقش وكده ونشوف يعني نوصل لحل، حتى لو الحل دوت ان احنا يعني ناخد ستيب باك كده، بس دوت ما ياثرش على الشغل يعني. لكن لو انت اشتغلتي مع صحابك، لو انت حسيتي ان ممكن في يوم من الايام بزنس يعني يجمعك مع صحابك، ممكن تشوفي ان الموضوع ده ياثر على علاقتك بصحابك ولا لا؟ بصراحه لا، يعني انا شخصيا لو جات لي الاوبورتيونيتي دي ان انا اشتغل مع صحابي، لا هحب ان انا اشتغل مع صحابي قوي وكده. بس بشوف برضو ان الحاجات تبقى معموله بحدود، وكل واحد عارف اللي ليه واللي عليه وكده، علشان ما فيش حاجه تاثر على صداقتنا يعني. صح. ربنا يوفقك يا قلبي يا رب ان شاء الله، وما يحصلش ما بينك وما بين صحابك اي حاجه في الشغل ابدا. ميرسي شكرا ليكي. شكرا، باي باي، مع السلامه. فالموضوع بتاع الشغل بنسمع انه بره الموضوع بيبقى قايم على نجاح كبير جدا، وبحس ان هم كلهم ايد واحده ومترابطين جدا وخايفين على الشغل، وعارفين كويس جدا كل واحد حدوده في الشغل، وعارفين كويس جدا ان لو حد جه على التاني فهو جه على التاني في اطار انه احنا دلوقتي في الشغل، لا هنطلع بره نخسر بعض، ولا هنطلع بره يحصل في ما بيننا وما بين بعض مشاكل ولا اي حاجه من الحاجات دي. ولكن هنا بنشوف ان الموضوع بيحصل فيه نقله كبيره، بيحصل فيه جاب ما بين الصحاب في الشغل في الشركات. انا مش بتكلم على الصحاب شغل انا عرفتهم في الشغل، مش صحاب لسه جدد عليا لما انا رحت اتعينت في الشركه الفلانيه فتعرفت على التيم الفلاني فدول بقوا صحابي، لا انا بتكلم على صحاب العشره اللي هم احنا صحاب من زمان جدا وجمعنا شغل مع بعض، ايا كان احنا اوريدي عملنا بزنس، اشتغلنا في شركه مع بعض، جمعنا شغل. طبيعي انه مش بنبقى كلنا بنفس الدرجه من الشغل. يعني انا مثلا لو شغاله في شغل تمام، مش انه الشغل يبقى لا ممكن يبقى فيه مدير عليا وده يبقى صاحبي، فبالتالي من هنا بيحصل شغل، بيحصل مشاكل. فالموضوع فعلا بيأثر، وانا بشوف من وجهة نظري ان الموضوع بيأثر. انا عايزاكم تتابعونا على الانستجرام او على السوشيال ميديا عامه، انستجرام، فيسبوك، تيك توك، على صفحاتنا بتاعه البرنامج. وهنطلع فاصل وهنرجع مع ضيفتنا الكوتش نهى ايهاب، وهنتكلم في موضوع مهم جدا، استنونا.
ورجعنا لكم تاني في برنامج أصل التفاصيل، وهنتكلم في الفقرة التانية عن موضوع مهم جدا جدا جدا، وهو مشاكل النوم. مشاكل النوم اللي بتواجهنا طول الوقت ما بين أرق واضطرابات ونوم مش مريح. في ناس كتير جدا عندها المشاكل دي واضطرابات النوم، فعشان كده النهارده هيكون منورانا الكوتش نهى إيهاب، وهي كوتش متخصصة في علم النوم واضطراباته وعلوم التغذيه والرياضه برضو، ولا هو أيوة. علم النوم ولا؟ ايوه بس هو ايوه منورانا في الاستوديو. ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ عامله ايه يا بريم؟ الحمد لله تمام. انت اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. ايه علم النوم ده؟ انا اول مره اعرف عن حاجه اسمها علم النوم. البدايه اصلا انا اوريدي كنت دارسه الرياضه، بيرسونال ترينر، زومبا انستراكتور، وطبعا ادام بنتكلم عن الرياضه كده كده لازم هنتكلم عن التغذيه، لان العلاقه ما بينهم 70-30%. اكتشفت بقى ان هو مثلث للصحه. الضلع الثالث ده اللي هو النوم. اوكي. لو النوم فيه مشكله بيبوظ لي التغذيه وبيبوظ لي الرياضه كمان. فدورت ولقيت بقى سيرتيفيكت اللي هي سليب ساينس كوتش. بدات ادور عليها، طب ايه اللي هندرسه جوه السيرتيفيكت؟ انت خريجه ايه؟ يعني درستي ايه اصلا؟ انا خريجه اداب عين شمس، ملهاش اي علاقه خالص. اوكي، ملهاش علاقه اصلا بالمجال او بالعلم ده. بالظبط كده. تمام. لما دخلت جوه السيرتيفيكت ولقيت فيها بقى لا ده في تفاصيل، في علم كامل بيعرفنا ايه اللي بيحصل جوه جسمنا وجوه المخ واحنا نايمين، وبالتالي في فرق ما بين ان انا بنام وخلاص او ان انا بنام نوم جودته عاليه جدا، فانا بصحى الصبح فايقه ونشيطه ومركزه ومش محتاجه الكافيين. فدرست بقى العلم ده وفهمت ايه اللي بيحصل جوه جسمنا وجوه مخنا بالظبط، والسايكل بتاعه النوم او دوره النوم، وايه المراحل بتاعه النوم، مراحل النوم الخفيف، مراحل النوم العميق، والرام سليب، وايه اللي بيحصل جوه كل مرحله فيهم، وبالتالي ازاي جوده النوم بتتاثر، وايه اللي بيأثر على افراز المخ لهرمون الميلاتونين اللي هو هرمون النوم. كلمينا طيب، ايه ابرز المشاكل اللي بتواجهنا اللي بيبقى سببها عندنا مشاكل في النوم؟ طيب جوده النوم بتتاثر بايه؟ دلوقتي احنا واحنا نايمين بنعدي بكذا سليبنج سايكل او دوره نوم 90 دقيقه، يعني ساعه ونص. فانا بخلص اول ساعه ونص، بعد كده بدخل على السايكل اللي بعديها ساعه ونص، ده اثناء الليل واحنا نايمين نخلص ساعه ونص اللي بعديها، ندخل على اللي بعديها، وهكذا لحد ما نصحى. جوه السايكل الواحده في 4 مراحل، مرحلتين نوم خفيف ومرحلتين نوم عميق. تمام. يا اما انا بسمح لمخي ان هو يفرز هرمون الميلاتونين هرمون النوم، فانا كل ساعه ونص بعيد ال4 مراحل فعلا، فاصحى فانا نوم عميق الاربع مراحل. يا اما انا ما بسمحش لمخي ان هو يفرز الهرمون ده، وبالتالي انا طول الليل بعيد المرحله الاولى والثانيه بس. يعني اعمل ايه؟ ايه بقى يعني اعمل ايه مع مخي علشان أيوة. انام الاربع مراحل دول؟ طبعا ممكن في حاجات كتير مشهوره زي استخدام الاجهزه الالكترونيه قبل النوم او الكافيين. ممكن نبدا بالكافيين. لما بسال اي حد ايه دور الكافيين في حياتك، تقول لي ده اللي بيصحصحني بيفوقني، بتسمعي كلام لطيف كده، بس دوره علميا ان هو بيوقف الاشاره العصبيه اللي جايه من المخ وبتقول ان انا تعبانه ومحتاجه انام، اسمها الادينوسين. بتوقفها. فما بعرفش في الوقت اللي انا عايزه انام فيه ان انا اعرف انام. بالظبط. فانا ما بحسش اصلا بالتعب، مش حاسه ان انا خلاص انا محتاجه شات داون دلوقتي، محتاجه انام، ما بحسش بالمشاعر دي. فبعمل ايه؟ بضغط على جسمي، بضغط على الجهاز العصبي، بدخل بقى في مرحله الارق. بالظبط. ده احد مسببات الارق على فكره. ان انا بستخدم الكافيين بشكل مفرط. طيب الكافيين يعني مش هنشرب؟ لا، ممكن نشرب كافيين عادي، بس كوبايه او كوبايتين في اليوم. الكوبايه اللي هي 225 مللي العاديه البيضاء اللي عندنا دي كلنا. اهم حاجه ان الكوبايه الثانيه تبعد عن ميعاد نومي على الاقل من 6 ل 8 ساعات. عن ميعاد نومي 6 ل 8 ساعات بالظبط. دي المده اللي بيحتاجها الكافيين عشان يخرج بره جسمي. كتير قوي. بالظبط. ده الناس بتشرب قبل ما تنام، يقول لك دبل شوت اسبريسو ومش عارفه ايه، وقبل ما النوم بساعه بدخل انام على طول. طب ما انا بنام اهو. تمام. دي احد علامات ضعف جوده النوم الشديده. الفرق ما بين ما انا بنام وخلاص او ان انا بنام نوم جودته عاليه. بقوم مرتاحه، بقوم مصدعه، بقوم تعبانه، بقوم اول حاجه محتاجاها انا عايزه كوبايه القهوه. قبل الكوبايه دي محدش يتكلم معايا. صح. في ناس كده تقول لك انا لما افوق واشرب القهوه بتاعتي يبقى اتكلم معايا. بالظبط كده. بيبقى الجسم هو مسيستم اموره على كده، بيبقى فاهم ان بالظبط. فهو محتاج الكافيين عشان يوقف الاشاره دي، وبالتالي بيقوم بادواره بس بعد ضغط. تمام. طيب هنا بقى بيجي سؤال مهم جدا. طب انا بشرب 6 كوبايات او اكتر، من النهارده اشرب كوبايتين؟ ما ينفعش، لان الاعراض الانسحابيه للكافيين من الجسم بتبقى مؤلمه جدا. الصداع بقى اكيد عارفه يا بري اللي بيحصل في رمضان. طبعا. تمام. طبعا. فبنبتدي نعمل ايه بقى؟ بالتدريج. بشرب مثلا 6 كوبايات، اخليهم 5 كوبايات النهارده. يعني لازم الموضوع اسحبه من جسمي بالتدريج. ما ينفعش ابدا ان انا لا طبعا الجا للموضوع مره واحده، لان ليه اثار انسحابيه شديده مؤلمه جدا، اهمهم الصداع طبعا بتاع رمضان.
ده بيبقى صعب قوي. بالظبط. فلو ما درجناهاش بيحصل بقى المشاكل زي كده. انا لما انا بشرب شاي كتير بصراحه، تمام. فبحس ان انا لما يعني بشرب عدد اقل بصدع، ببقى مش متظبطه. شاي مش بالظبط. قهوه او بالظبط، لو قللتيه مره واحده. دي حقيقه. ساعات باجي في يوم ان انا ببقى بره مشغوله، مش بشرب شاي بانتظام. بالظبط. هنا بقى بيجي لي سؤال، طب نهى انا بشرب شاي بلبن على اساس ان هو بلبن فبقى كيوت، فاللبن ده مفيد مش كيوت، او مش شاي اخضر، بس هو الشاي الاخضر فيه كافيين اكتر من الشاي العادي. والشاي بلبن ستيل شاي. الشوكليت، الكاكاو، في ناس بتقول انا بشرب ولادي هوت شوكليت قبل ما يناموا، كافيين، ما ينفعش. طب نشربهم طب إيه؟ احنا بنتكلم عن الشرب كافيين وكده. بالظبط. ايه اللي نقرب له قبل النوم وايه اللي نبعد عنه كشرب وكاكل كتغذيه؟ حلو قوي. بالنسبه للشرب، ايه اللي قرب منه؟ انا محتاجه بقى المشروبات المهدئه زي اليانسون، الكاموميل، اللافندر. المشروبات دي لطيفه جدا، بس اراعي ان المشروبات دي مضره للبول، لليورين. فالافضل ان هي قبل النوم بساعه وندخل التويليت مره او مرتين، وبعد كده ندخل ننام، لان اي مقاطعه للنوم هتبقى مقاطعه لايه؟ للسايكل اللي احنا اتكلمنا عنها، او دوره النوم اللي هو دوره النوم اللي هي 4 مراحل على بعضها. تمام. بالنسبه للاكل، في ناس مثلا تبقى بتشتغل طول النهار، والوجبه الغداء بقى الوجبه الثقيله الدسمه دي تبقى قبل النوم على طول. طبعا ما بنعرفش ننام بعديها، مستحيل اصلا. بقى كمان انا كده بعمل ايه؟ يعني ده جوه السليب هايجين، ده جوه العادات الصحيه. بالظبط، ان انا ابعد عن اي وجبه ثقيله قبل النوم على الاقل ب3 ساعات. طب ما في يعني في ناس يا نهى برضو بيرجعوا من شغلهم، بيبقى هو سيستم شغلهم بيرجعوا فيه متاخر. تمام. 10 11 بالليل شغلهم بيخلص، بيروحوا البيت ياخدوا شاور يغيروا، عايزين نتغدى. بالظبط. فبيبقوا عايزين يتغدوا ويقعدوا ما فيش ساعه واتنين يدخلوا يناموا، ما هو فهياكلوا وجبه دسمه. دي حقيقه. هيعالجوا الموضوع ده ازاي؟ الافضل ان احنا ناكل في الشغل. ليه بقى؟ في صله وثيقه ما بين السمنه والنوم. اوكي. مبدئيا كده ان انا لو جت منتصف الليل الساعه 12 ما كنتش لسه نمت، هرمون الجريلين، الاحساس بالجوع، بيعلى قوي، فبيديني احساس بالجوع فيك مش حقيقي. عشان كده انا الساعه 2 بالليل بتلاقيني قاعده وحاطه الترابيزه قدامي، وبعد ونعمل الساعه 2 بالليل الموضوع بيبقى غريب بس الساعه 12 كده بتبتدي تحصل حاجات غريبه. ايوه صح. تمام، ده اللي بيحصل. طيب ايه كمان؟ الجهاز الهضمي ما بيشتغلش واحنا نايمين، بيتوقف عن العمل. فايه اللي بيحصل؟ لو الاكل فضل جوه معدتي مده طويله هيحصل عسر هضم، وبالتالي تحصل بقى مشاكل كمان في الجهاز الهضمي. طب ايه المشكله بقى ما بين ده والنوم؟ ايه اللي بيحصل؟ مخي وظيفته الاساسيه ان هو يحافظ عليا. لو انا دخلت وجبه دسمه دلوقتي للجهاز الهضمي، انهي اولى؟ ان هو يفرز الميلاتونين عشان ندخل ننام نوم عميق، ولا ان هو يشغل الجهاز الهضمي عشان يهضم الوجبه دي بسرعه؟ ان هو يشغل الجهاز الهضمي. بالظبط. تمام. بس الهضم بياخد وقت، وبالتالي كاني بشتت مخي على انه يفرز هرمون الميلاتونين اللي انا محتاجاه دلوقتي عشان انام نوم جودته عاليه. دي قصه كبيره طبعا. علم النوم. لا ده علم، ده علم نجهله كلنا يعني. انا علم النوم انا قريت عنه دلوقتي، يعني قبل ما الحلقه قريت عنه عشان اعرف ايه علم النوم، ويعني ايه علم النوم اصلا، في حاجه اسمها علم النوم. كنت يعني اعرف الرياضه واعرف التغذيه اكيد. طب احنا دلوقتي عايزه اعرف، انت بتقولي لي الموضوع هو عباره عن مثلث: نوم، تغذيه، رياضه. ايه اللي لازم اظبطه عشان يظبط التغذيه ويظبط الرياضه؟ انا خليني قبل ما اسالك السؤال، انا ببقى شايفه من وجهه نظري اللي انا مش درساها اساسا، انه الرياضه لو التزمت بيها هلتزم بنظام اكل وهلتزم بنوم وشرب ميه، والسيركل هتمشي بشكل مظبوط. تمام. هل ده صح؟ صح جدا. يعني الرياضه هي اللي بتنظم ولا النوم ايه اللي بينظم؟ بصي هقول لك حاجه حلوه قوي. دلوقتي مثلا انا عشان العب رياضه عايزه قوي مثلا عضله زي البايسبس. اوكي. المفروض ان انا بمسك وزن وبقرب نقطه النهايه من نقطه البدايه عشان يحصل ايه؟ النسيج العضلي بيتقطع. ده الرياضه، يحصل له تلف. بعد الرياضه، بعد التمرين بتاعي، وخلال ساعتين محتاجه اكل وجبه بروتينيه. صح. خلاص، بنسبه معينه حسب احتياج جسمي. اكلت بروتين، كده انا اكلت وكده لعبت رياضه. نروح بقى المثلث، الضلع الثالث من المثلث، النوم. نمت بقى بالليل ودخلت المرحله الثالثه تحديدا من النوم العميق. الجسم يبتدي ياخد البروتين من الاكل ويوجهه ناحيه النسيج التالف اللي في العضلات، سواء انا لعبت رياضه او بتحرك حركه عاديه. ما الحركه العاديه برضو فيها انقباض وانبساط كتير. فيها بالظبط المسلز بتتحرك، بيحصل تلف للنسيج العضلي، وبالتالي انا محتاجه ده كده كده كل يوم، سواء لعبت رياضه او لا، مع الحركه. فشفتي المثلث حصل فيه ايه؟ تكامل دلوقتي. طب لو انا لعبت رياضه وكلت بس ما نمتش، ايه اللي هيحصل؟ 50% من نتيجه التمرين الرياضي للاسف هتضيع بسبب اني ما نمتش نوم جودته عاليه. الموضوع كله متواصل مع بعض. متواصل مع بعضه.
الناس يعني الناس، طب احنا بس على الاول نطلع فاصل ونرجع عشان الموضوع ده مشوق جدا، فنرجع نطلع فاصل ونرجع علشان اتفضل. نعرف تفاصيل اكتر عن الموضوع. فاصل ونرجع لكم تاني مع كوتش نهى، خليكم معانا. ورجعنا لكم تاني مع الكوتش نهى ايهاب، وعندي اسئله كتير قوي قوي عايزه اسالها، وحسيت ان العلم ده علم احنا يعني نجهله تماما، بس هو قد ايه مهم في اللايف ستايل بتاعنا. يعني احنا بجد ما كنتش اعرف اهميه الموضوع ده عن حياتنا. احنا ماشيين بنصحى بناكل بننام بنشتغل، فبالتالي انه السيركل دي كلها لازم الناس تبقى عندها درايه عنها. بالظبط، فعلا ده حقيقي. طب انا دلوقتي في برضو مشكله بتواجه، بحسها ممكن للاطفال ممكن للكبار، مش عارفه، بس ممكن تكوني يعني عندك معلومات عنها، عن ضيق التنفس اللي بيجي وقت النوم اللي بيصحي الناس من نومها. بالظبط. ده ايه؟ ده اضطراب مشهور جدا اسمه سليب ابنيا. ايه اللي بيحصل؟ الثروب ماسلز او عضلات الحلق بيحصل لها ارتخاء، فلما بترتخي اثناء النوم بتسد مجرى التنفس، وعلشان مخي وظيفته الاساسيه ان هو يحافظ عليا بيفضل مستني دقيقه. بعد ما الدقيقه دي بتعدي بيصحي الشخص المصاب بقوه جدا، مش وقت النوم ده مفيش اكسجين. طب ايه السبب؟ دقيقه كامله. هو اضطراب من الاضطرابات. مهم جدا جدا الشخص المصاب ده يتوجه لاما مركز النوم او يروح لدكتور مخ واعصاب ودكتور انف واذن، ونكشف اذا كان في سليب ابنيا، عشان لو في سليب ابنيا هنحتاج ان احنا نركب السيباب ماسك او ماسك الاكسجين طول الليل. ليه طول بقى؟ الليل؟ طول الليل. ليه؟ ايه الخطوره بقى هنا؟ ايه، في احد الناس اللي كانت متابعيني على صفحتي كان يعني شافت البوست ده بعد ما كنت نزلته، فراحت عملت الكشف ده وعملوا لها تيست، طلع ان نفسها بيتكتم 26 مره في الساعه الواحده. لا اله الا الله. جت قالت لي نهى انت انقذتي حياتي. ايه اللي بيحصل بقى كنتيجه؟ لان الاكسجين دخوله للمخ بيقل قوي كده على مدار الليله طويله. طبعا انت بتتكلمي في عدد الساعات انت بتنامي فيها قد ايه؟ لما يبقى ساعه واحده بيحصل فيها كده فيحصل لها كام؟ بالظبط. فطبعا احنا كده بنضحي بايه؟ ضغط عالي. مع مرور الوقت طبعا بعد الشر عن الناس دي كلها الزهايمرز، مرض الزهايمر. لا اله. لان ضعف دخول الاكسجين للخلايا طبعا المخ بيأثر ممكن اكيد يوصل حاجه زي كده، ومشاكل القلب مع ان الضغط العالي وهكذا. فلو عندنا شك في حاجه زي كده نروح نكشف، نروح لدكاتره، وناخد الاكسجين يعني بتاعنا. اتمنى ان الناس اللي بيحصل لها كده تروح بجد بالزبط. للدكاتره، لان انا اعرف ناس شخصيا بيحصل لها كده، فاتمنى يبقى عندهم الوعي الكافي ان هم يتوجهوا للدكاتره. بتقولي دكاتره ايه وايه؟ مخ واعصاب، انف واذن، وفي مركز متخصص اصلا في علم النوم موجود في وسط البلد. بجد؟ اه. اوكي، لا نعمل سيرش عنه ونشوف أيوه. الموضوع ده. ايه الجاثوم؟ اوكي، سؤال، ايه هو الجاثوم؟ طيب الناس فاهمه ان الجاثوم ده اللي بيحصل ان الشخص بيبقى نايم وصاحي من النوم مش عارف يتحرك خالص، مش عارف يحرك ايديه ولا رجليه، ولا عارف يتكلم، ولا عارف يطلع صوت، وشايف هلاوس حواليه وشايف كائنات. طبعا لما حد بيحصل له كده دقيقتين 3 وبعد كده بيرجع تاني للحركه العاديه، مش اي حاجه. ده بيتكرر على حسب مستويات الاسترس او التوتر والضغط العصبي على مدار اليوم. الناس بتبقى فاكره ان دي حاجه يعني كانه نشاط شيطاني او حاجه وحشه بتحصل لهم. تعالي نتكلم بقى علميا ايه اللي بيحصل. معظم الاحلام بتاعتنا بتحصل في المرحله الاخيره من دوره النوم اللي هي الرم. رم اختصار ليه رابيد اي موفمنت او حركه العين السريعه، تمام؟ المرحله دي معظم الاحلام بتحصل فيها. ربنا مش مدينا القدره على الحركه اثناء الحلم. ليه؟ عشان لا ناذي نفسنا ولا ناذي اللي حوالينا. لو انا بتحرك بناء على اللي انا شايفاه في الحلم انا هاذي نفسي وهاذي اللي حواليا. اوكي. فربنا مش مديني القدره دي، تمام؟ ايه الاضطراب بقى؟ المتهم الاساسي هنا هو الاسترس. لو حد عنده توتر ضغط عصبي شديد قوي ايه اللي بيحصل له بقى؟ لو صحي وهو جوه المرحله دي بيبقى لسه ما زال فاقد القدره على الحركه، وهو لسه قايم من النوم ولسه الحلم في دماغه. بس هو قام، بس المخ لسه ما لسه ادركش بيفكر ان هو صحي خلاص، او ان هو ساب المرحله اللي فيها الاحلام عشان يعرف يفصل، عشان يرجع له القدره على الحركه تاني.
لمده دقيقتين 3. طبعا في اللحظه دي المخ متلخبط جامد، ايه اللي حصل؟ ده اسمه هو اضطراب عشان كده. فلسه الشخص غير قادر على الحركه، وبيحصل له بقى هلاوس ان هو شايف حاجات او سامع حاجات لمده دقيقتين 3، وبيبتدي يسترجع تاني ايه قدرته على الحركه، وهكذا. طب هو بيرجع يسترجع، يعني هو بيرجع مع نفسه وبيسترجع تاني دقيقتين وبيبقى 3 بيرجع لوحده. لكن ملوش علاج؟ ايه العلاج بقى؟ ان احنا طبعا بنتوجه للطبيب النفسي، ونتوجه برضو للدكتور مخ واعصاب، اوكي. وفي الغالب بتبقى العلاج بيبقى مهدئات، بس ما ينفعش نعمل ده من نفسنا، لازم نروح للدكتور، والدكتور هو اللي بيشخص، وبناء على تشخيص واحتياج جسمنا بيدينا الدواء المناسب بجرعه مناسبه. طب تقولي ايه للناس اللي طول الوقت انا ما بنامش مع صاحبتها في التليفون؟ طب بصي انا هديكي دواء حلو جدا بيخليكي تنامي. بصي خدي دواء الكحه الفلاني ده هيخليكي هايله جدا وتنامي على طول. تمام. تقولي لهم ايه الناس اللي دواء طول الوقت دواء الحساسيه طول الوقت الناس خدي الدواء الفلاني، اشربي الدواء الفلاني هتعرفي تنامي، اصلا انا عندي ارق، اصلا ما بنامش؟ ايه الموضوع ده خطر جدا. ليه بقى؟ يعني اشكرك انك سالتيني السؤال ده. الدواء ده بيبقى عباره عن ايه؟ بيبقى كل المنومات عباره عن ميلاتونين، هرمون النوم، في قرص. فانا كده كاني بعمل كسل في الغده اللي بتنتج الميلاتونين ده بشكل طبيعي من نفسها. خلاص ليه بقى؟ لان السبلمنت ده او الميلاتونين الهرمون ده جاي من بره بشكل خلاص يدوي، فمع الوقت بيحصل كسل مع الغده. طيب ايه اللي بيحصل بقى؟ ما نيجي نوقف الدواء بنوقف مره واحده، تحصل اعراض انسحابيه من الارق بشع بقى، بشع. علاجه بيبقى اصعب من ان انت وانت بتاخديه اصلا اوريدي للدكتور. تمام. طب الادويه دي مهمه لو الدكتور اوصى بيها في حالات معينه، ناس عندهم امراض مثلا مزمنه، الام مزمنه، ما في دكاتره بيكتبوها والناس تفضل خلاص ارتاحت عليها ولقيت انها بتنام تكمل عليها من غير ما ترجع لدكتورها تاني، مجرد بس ما عرفت اللاين، خلاص انا عرفت الطريق، انا هاخد الدواء من غير ما ارجع له تاني واقول له. وبيبتدوا كمان يزودوا الجرعه من نفسهم. دي حقيقه، وده خطر جدا. وكويس ان احنا دلوقتي نقول لهم ان ده هيعمل كسل في الغده، مش هنعرف نعيش من غير الدواء ده. ناس كتير جدا 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 بعدد مهول فعلا ما بيناموش غير بادويه مهدئات وادويه علشان يناموا. يعني كوتش نهى بتقول الموضوع صعب صعب وخطر، فانصحيهم بجد، لان انا ناس كتير جدا كمان اعرفها يعني بتاخد ادويه تقول لك انا عندي ارق، انا عايزه انام، انا تعبت من قله النوم. وفي حاجه تانية بقى كمان مش عارفينها، ان لو نسبه الادرينالين والكورتيزول هرمونات الاسترس لو اعلى من نسبه هرمون النوم اللي دخلي دلوقتي عن طريق الدواء، برضو مش هننام، فهنفضل نعلي الجرعه، فهيفضل الاسترس يعلى. طب وبعدين الموضوع هيدخل في مرحله مش حلوه ابدا. بالظبط، هتبقى خلاص مش هينفع، هتوصل لمرحله احنا مش هنعرف نسيطر عليها. هنا بقى بيجي لي سؤال لطيف جدا، ازاي نهى ادويه الحساسيه ما بتنيمش؟ ده انا باخد القرص من هنا وبنام على طول. هو مكتوب عليه انتي هيستامينيك لا يسبب النعاس، مضاد هيستامين لا يسبب النعاس، وهو بيسبب النعاس. وهو بيسبب النعاس. ازاي بقى؟ فرصه واحنا في الفتره بتاعه الجيوب الانفيه. ايه اللي بيحصل؟ ان الجزيئات الضاره دي لما بتكون موجوده في الجو، الجهاز المناعي عشان يحافظ على جسمي بيعمل ايه؟ بيفرز ماده الهستامين. ماده الهستامين ماده او اشاره عصبيه قويه جدا للمخ، خليك صاحي فيه خطر، خليك صاحي فيه خطر، اوعى تنام. فده بيعمل ارق. فاول لما باخد الدواء بنام. ليه؟ لانه مضاد الهستامين بيوقف الهستامين، فانا بنام بعمق وبنام بسرعه لمجرد اني وقفت الهستامين، مش عشان فيه منوم. مش عشان فيه منوم. فلو المشكله ان انا ما عنديش هستامين ولا حاجه عالي في جسمي، مش بس انا عندي شويه ستريس وخدت الدواء ده، برضو مش هنام. بالظبط. حتى لو زودت الجرعه الناس مش فاهمه المشكله، ان عدم ادراك الناس. المشكله عندي فين عشان اعالجها. الموبايلات قبل النوم الموبايلات قبل النوم، والتابلت للاطفال، والموبايلات للكبار، طول الوقت انا داخل انام، بعد ساعتين 3 ستيل انا قاعده على الموبايل. تمام. والموبايل بيقع على وشنا كده وانا لازم انام على صوت. نمت فجاه انا لازم انام على صوت، فلازم الموبايل يبقى في ايدي. دايما الحاجات اللي هي اي حاجه يعني ليها علاقه بالتليفون بتاثر ازاي على النوم؟ طيب الموبايل فيه مشكلتين كبار جدا. المشكله الاولى، ازاي احنا بنصحى الصبح وننام بالليل، ازاي البروسيس دي بتحصل جوه جسمنا. الصبح العصب البصري بيلقط الضوء الازرق في السماء، يبعت اشاره عصبيه للمخ ان في ضوء ازرق، فالمخ يستجيب ويفرز هرمونات تخلينا صاحيين وفايقين، زي هرمون السيروتونين هرمون السعاده، وهرمون الكورتيزول هرمون الاسترس، بس بنسبه بسيطه تخليني بس بتحرك. الوقت بيعدي، الدنيا بتضلم، العصب البصري بيلقط اشاره مختلفه فيبعت للمخ، فالمخ يستجيب تاني ويسحب الهرمونات اللي كانت مخلياني صاحيه وفايقه، ويفرز هرمون الميلاتونين اللي هو هرمون النوم. ننام بقى. لو انا ماسكه الموبايل بالليل، الموبايل بيطلع ضوء ازرق، كل الاجهزه الالكترونيه بتطلع الضوء الازرق ده. الموضوع كله خطاب للمخ، اشارات اشارات عصبيه احنا ما نعرفهاش. تمام.
فطبعا الاشاره دي بتبقى مشوشه جدا للمخ. خلاص الساعه البيولوجيه بتقول ان دلوقتي ميعاد النوم، وان المفروض دلوقتي المخ يفرز هرمون الميلاتونين، والعصب البصري في اشاره مشوشه جدا بيقول له لا ما تفرزوش دلوقتي لان شايف ضوء ازرق. هننام في الاخر بس نوم ضعيف، جودته ضعيفه، بنسبه ميلاتونين تخليني اعدي بالسايكل الاولى والثانيه بس، الستيج الاولى والثانيه بس في السايكل. اللي انا ممكن انام ساعتين اصلا والاقي نفسي قلقت، 3 ساعات والاقي نفسي قلقت. انام واصحى انام واصحى انام واصحى. اوكي، دي اول مشكله. طب المشكله الثانيه، انا ماسكه الموبايل بالليل، هكون فاتحه ايه؟ اكيد سوشيال ميديا، فيسبوك، واتساب، انستجرام، ايا كان الابلكيشن اللي احنا ماسكينها. وارد جدا ان انا اشوف بوست او ريل او فيديو يعصبني، يوترني، يضايقني. صح. فهرمونات الاسترس هتبتدي انها تعلى، ادرينالين، كورتيزول. صعب قوي ان المخ يفرز معاهم الميلاتونين، ما ينفعش. يا اما انا في الحاله المشاعريه دي، يا اما انا في الحاله المشاعريه. لكن ما ينفعش ربط الاثنين مع بعض، ده الهرمون ده مش هيجي ابدا في الوقت اللي انا مستحيل. ودي مشكله الاوفر ثينكينج، لما يكون في حد عمال يفكر في حاجه ويعيد ويزيد فيها، فليفل الستريس بتاعه بيعلى جدا. يعلى. مش هينفع. عشان كده جوه السليب هايجين من النصايح الاساسيه ان احنا نتجنب الاستريس في الفتره المسائيه على قد ما نقدر. طيب عايزاكي برضو تقولي للناس اللي بترجع شغلها متاخر قوي ازاي يعدلوا الساعه بتاعتهم، ازاي يعدلوا السيركل بتاعتهم ان هم يقلبوها علشان ما يحسوش ان طول الوقت هم بيرجعوا فبياكلوا فيناموا فيقوموا نايمين ساعتين، يقوموا تاني يكملوا بقيه يومهم، ويحصل طول الوقت ان في لخبطه. لا بياخدوا كفايتهم من النوم، ما بياكلوش غير ميل واحده او 2 في اليوم، وعدد الساعات قليله، فالدنيا كلها بتبقى عندهم متلخبطه. اوكي، فلو في حد بيشتغل اصلا طول النهار هو نايم وطول الليل هو صاحي عشان شغله، صح؟ ده اللي انت صح. تمام. فانا محتاجه ان المده اللي بينام فيها في البيت تبقى الاوضه ضلمه خالص كاننا في الليل، لان لو العصب البصري لقط الضوء الازرق في السماء مش هيعرف، جوده النوم هتضعف جدا، فمش هيشبع نوم، يجي بقى ينزل شغله مرهق وعنده ارق وخمول وجسمه بالزبط. مش قادر. فلو مش متاح الستاير عندي مش بلاك اوت، ممكن اجيب بقى الاي كفر، ده بيتباع دلوقتي في اماكن كتيره، بيسهل جدا الموضوع ده، ان انا اقفل خالص والدنيا تضلم. طبعا بنقفل بقى الاوضه، مش عايزين صوت جنبه، مش عايزين نحفز العصب السمعي كمان ان هو يقوم يسمع. فهماكي. طب احنا دلوقتي عمالين نتكلم عن الارق والقلق والادويه اللي بتخلي الناس تنام، بنتكلم عن في ناس بقى تانية ما بتصحاش. ايوه، في ناس تانية تقول لك انا مش عارفه اقوم، انا يومي كله ضايع على النوم، ما روحتش مشوارك ليه؟ راحت عليا نومه. ما نزلتش شغلك ليه؟ انا راحت عليا نومه، نمت مش قادر. طب يا ابني انت نايم من امتى؟ انا نايم بقالي 16 ساعه. ايوه. الناس اللي بتقعد تنام عدد ساعات كبيره دي ايه؟ كل ما زادت عدد ساعات النوم ده احد المؤشرات ان جوده النوم اصلا ضعيفه. ليه بقى؟ لان لو جوده النوم عاليه بالقدر الكافي اللي الجسم محتاجه، الجسم خلاص شحن بجد وهو نايم، مش هحتاج اكتر من 9 ساعات اصلا، ده اقصى عدد ساعات للنوم. فهنا بيجي لي سؤال، طب ايه اقل عدد ساعات للنوم؟ عشان في ناس بقى بالعكس، انا 4 ساعات كفايه، 3 ساعات هم ساعتين. اقل عدد ساعات نوم هم 4 سايكلز في ساعه ونص، يعني 6 ساعات. ده الطبيعي، ده عدد الساعات الطبيعي. ما ينفعش اقل عن 6 ساعات ابدا، لاني بخاطر بحاجات كتير، بخاطر بالذاكره، الشورت تيرم ميموري، بخاطر الناس بقى اللي بتنسى، اللي هو انا كنت فاتحه الموبايل عشان اعمل حاجه بس انا مش فاكره، بس نسيت، انا مش فاكره، كنت داخله الاوضه دي كنت عايزه اجيب حاجه دلوقتي مهمه مش فاكره. لو ده بيحصل كتير، دي احد علامات ضعف جوده النوم. شكرا، ميرسي جدا. مش عارفه اقول لك ايه بصراحه، مش عارفه اقول لك ايه بصراحه، انت بتقولي لي في وشي بقى. الواحد بينسى. النسيان ليه علاقه برضه بالنوم؟ ليه علاقه بالنوم، وليه علاقه بنقص فيتامينز معينه، زي مثلا اوميجا 3. لو مش بناخد اوميجا 3 كفايه في اكلنا او في السبلمنتس حتى اللي احنا بناخدها ديلي بعد الفطار، ممكن تحصل مشاكل زي كده. في حاجات اساسيه ممكن الواحد ياخدها من غير ما يرجع للدكتور علشان تحفز الطاقه، تحفز الباور عنده، تديله يعني مثلا زي الاوميجا 3 فيتامين، مالتي فيتامين عادي، ولا لازم؟ بصي، اللي لازم اعمل فيه تحليل الحديد، صوره الدم اللي فيها الهيموجلوبين، ونصيحه نعمل كمان السيرم فيرتين، مخزون الحديد في الدم. اوكي. لان ممكن يبقى الهيموجلوبين جوه اوريدي الرينج، لكن مخزون الحديد في الدم واقع خالص، ودي حصلت لي انا شخصيا. يعني انا لو عملت تحليل، عملت صوره دم كامله ومفيش انت مش انيماتيك، الهيموجلوبين كويس جوه الرينج، صح، بس انا عندي اعراض الانيميا، نعمل بقى تحليل التاني اللي هو الفيراتين. اوكي. مخزون الحديد في الدم ممكن بقى تلاقيه واقع خالص، وساعتها ليه العلاج بتاعه موجود. ده لازم دكتور. ليه بقى؟ لاني لو فضلت اخد حديد عمال على بطال، وعديت الرينج بتاع الحديد من الناحيه الثانيه بقى، عديت الرينج مثلا من 11 12 لغايه 15، في حد 16 هجيله بقى اعراض كانه عنده انيميا.
اوكي، يعني لازم في بالانس، لازم يبقى طول لازم الوقت أبقى جوه يبقى الرينج. عارف هو بيعمل ايه. لازم يبقى جوه الرينج. وعلى فكره اكل الخضار الورقي كمان، الورقيات في حاجه اسمها نون هيم ايرون، يظبط لي نسبه الحديد، لا يخليني اقل من الرينج ولا يخليني اعلى من الرينج. اوكي، دي حاجه عظيمه جدا. تمام. وفيتامين دي والحديد هما الاثنين لو فيهم نقص بيعملوا ارق رهيب. صح، دي تمام. حقيقه. فيتامين دي طبعا لو في نقص، الارق ده اساسي، مود مش حلو، مفيش تركيز خالص، تساقط للشعر فيتامين دي اللي عليه عامل كبير جدا في حاجات كتير جدا في الجسم جدا، والمناعه والام في الجسم. الناس بتخلط ما بين ان انا عندي نقص في فيتامين دي او المرض اللي هو الفايبروميالجيا، الالام المتفرقه اللي بتيجي في الجسم مره واحده. اوكي. اوكي. طيب لو انا فضلت اخد فيتامين دي وعديت الرينج، للاسف يبوظ لي الغده الدرقيه. لا، كتره الحاجه زياده عن اللزوم. فلازم اعمل التحاليل بتاعتي وتشوف انا جسمي محتاج ايه بالظبط. فالافراط في تناول الحديد او فيتامين دي على الفاضي مش من لا الحاجات النقص اللي ولا recommended. الزياده، الواحد بالظبط. لازم يكون فاهم طبيعه جسمه. وجهي لي نصيحه في اقل من دقيقه علشان نختم للناس على التغذيه، على النوم، على الرياضه، يعملوا ايه في حياتهم، اللايف ستايل بتاعهم يمشوا ازاي. تمام. احنا جسمنا ليه علينا حق، تمام، وهو اللي شايلنا، هو اللي مدينا صوت وشكل وطابع في حياتنا. فهو ليه يعني عندنا حقوق، فاحنا مهم قوي ان احنا نديله الحقوق دي ونديها له عن رضا وطيب خاطر. فناخد بالنا من رياضتنا، حتى لو هنتمشى بس، حتى لو هنعمل حاجه بسيطه في البيت. ناخد بالنا من اكلنا قوي، ونزود الالياف قوي، ونقلل المنتج الحيواني قوي، وناخد بالنا من نومنا قوي على قد ما نقدر. في ناس بتقول انا كائن ليلي، سوري اخر سؤال، انا كائن ليلي وما بفوقش غير بالليل وطاقتي ما بتجيش غير بالليل، وفعلا ما بيشوفوش حقيقي. النهار وطول الوقت شايفين بالليل. تمام. هل دي حقيقه ولا هي لا، هي مش حقيقه، لان موجوده عندنا في القران: وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. ما ينفعش، هو ربنا خلق الكون بالشكل ده، وهو نظام كوني. خلق الليل عشان ننام فيه والنهار عشان نصحى فيه، والا ما كانش حصل موضوع العصب البصري والضوء والكلام ده كله. والضوء والنور طب ليه بيحصل ده؟ علشان الناس دي مش لاقيه وقت لنفسها وللانشطه اللي هم عايزين يعملوها، يملوا بيها نفسهم ويحسوا ان هم سيلف كير كده، حاجات انا مبسوطه ان انا هم بيلاقوا ده بالليل وقت ما بيخلصوا كل حاجه. خلصت كل حاجه وخلصت كل الطلبات والناس كلها نامت وسابتني في حالي، انا اقعد بقى شويه، انا شويه بقى. فبتحس ان الوقت ده بتاعها. بالظبط. فالنصيحه هنا البركه في البكور، لو صحيتي بدري قبليهم وعملتي الحاجات دي هيبقى الطف بكتير من ان انت تعملي العكس. صح. انا مبسوطه جدا النهارده معاكي والله العظيم يا كوتش نهى، واتمنى ان انتوا تتابعوا كوتش نهى كمان على الاكونت بتاعها على الفيسبوك او صفحتها على الفيسبوك، هتستفادوا منها جدا، وانا شخصيا هتابعك لان انا هستفاد منك جدا. نورتيني يا كوتش نهى بجد، واتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من فقرات حلقتنا النهارده عن المشاكل الصحاب وعن مشاكل النوم، واتمنى ان كل واحد فينا يعرف طبيعه جسمه ويعرف ازاي يتماشى معاها، والعبوا رياضه، اتغذوا كويس، ناموا كويس، وان شاء الله اشوفكم في حلقه جديده الاسبوع اللي جاي مع موضوع جديد وكل حاجه عندنا بتفاصيلها. مستنياكم الاسبوع الجاي يوم الجمعه الساعه 7، معاكم بيري الشامي من برنامج اصل تفاصيل. نورتونا.